تنفع فطار، تنفع غدا، تنفع عشا، تنفع لجوع آخر الليل. عندنا بقى بتنجان رومي، عندنا هنا غاسلينه كويس جدًا، شايلين العلق بتاعه، هاقطعه طرنشات، وآخد كل طرنش كده أقطعه ل4 وأقطعه مكعبات صغيرة. خلصنا كل الكمية بالشكل ده، حطيهم بقى في طبق، رشة من الملح عشان ينزلوا المرارة بتاعتهم، بصلاية مفرومة، طاسة بقى مادة دهنية ننزل بالبصلاية المفرومة تتشوح، فلفل رومي بقى مفروم، وعندنا ربع كيلو من اللحمة المفرومة تغير لون كده، انزل عليها بملح وفلفل اسمر و7 بهارات، وبعد كده انزل بالبتنجان اللي احنا قطعناه بعد ما اكون صفيته من المرارة بتاعته، معلقة بقى من الصلصة، وشوحي بقى الكلام ده كله على نار هادية، وانزلي بنص كوباية مية سخنة وعلى نار هادية سيبيها تستوي كده. اول بقى ما تبقبق بالشكل ده انزل بقى بالبيض كده، اللي ما بيحبش البيض يقدر يستغنى عن الخطوة دي خالص، بس عايزة اقولك طعمها يجنن. ملح وفلفل اسمر وعلى نار هادية وتطلع بالجمال ده، جنب عيش بلدي بقى خطيرة. جربوها، ولو عجبك الفيديو لايك وشير.